السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله جايلكم فيديو جديد. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل ايه. يا صباح النشاط كله، يلا بينا بقى ناخد طاقة إيجابية من بعض ونقوم نشوف الدنيا. بصوا اللي تضرب تقلب دي. أنا عارفة إن كلنا طالعين من العيد كسلانين، ويكاد يكون ما عملناش تنفيضة كده وترويقة من لما عملنا في العيد. يعني مثلا نكنس نمسح حتة، لكن قلبنا الدنيا كده لا، ما اعتقدش. بصوا بقى، انا ماسكه الكتاب ده. هتقولوا لي انت ماسكه الكتاب وبتعملي ايه؟ انا ماسكه الكتاب للامتحانات. يعني بصوا، انا العيال مش راضيه تقعد، العيال مش راضيه تقعد تذاكر، وانا عايز البيت يضرب يقلب، وعايزه انفضه، وعايزه اعمل فيه يعني حاجات، وقاعده بيهم. فاللي هو قلت ايه، لا يعني هتعملي ايه بقى؟ امسكي في ايدك الكتاب والايد التانية اعملي بصراحة يعني. وده حالنا كلنا اليومين دول، ربنا معانا والله المستعان كده، ونطلع بصحتنا بس من الايام دي مش اكتر يعني. تعالوا بقى النهاردة نشوف عملت ايه. انا طبعا ما عملتش ترويقه زي بتاعه العيد ولا حاجه، الدنيا نظيفه الى حد ما. بس عارفين، عايزين نجيب المكنسه نمشيها شويه على السجاجيد، ننفض وكمان نمسح. بس بصراحه الوقت ما اسعفنيش النهارده. زي ما بقول لكم بقى، علينا امتحانات والكتاب في ايد والمكنسه في ايد. فعملت شويه حاجات كده. زي ما قلت لكم، مثلا نفضت الانتريهات. جبت المكنسه دورت بيها على كل، عملت نفضت الانتريهات. نفضت الترابيزات، عملت السجاد كله بالمكنسه اللي تحت. كنست لا ما بتعملش حاجه، لا بتعمل وحلوه جدا. وبتجيب لك التراب من على الارفف، ومن على لو عندك انتيكات او حاجات من كده بتجيب التراب كله اللي عليها. فحلوه. لو حاجتك متوسخه قوي، او هي التراب ماسك فيها او كده، لا هي مش هتجيبها. انت عايزه تغسليها بقى. بس في الحاجات البسيطه كده بنعمل بيها وتمام التمام. هنا بقى مشيت زي ما قلت لكم، انتوا شايفين كده يعني حروفها تجيبها لي، وكان تمام التمام وحلو قوي، والدنيا ماشيه وجميله وسهله. قلت لكم بقى ان انا عملت شويه الحاجات دي النهارده، بس الوقت ما اسعفنيش بقى. كنت عايزه برضو امسح الارض. مسح بقى مش كب ميه، لا يعني شرشوبه. احنا مش في وقت كب خالص. احنا يعني احنا ايه، نلم الدور كده، نلم الدور عشان احنا ورانا حاجات تانية. فعملت بقى شويه حاجات بيشحنوه جوه. طلعته بره على بال ما اشوف انا هعمل ايه. اتنقلت بقى على مكان تاني، يعني واخداها واحده واحده كده. اتنقلت على، كان في اول الفيديو الشنط بتاعه المدرسه. شوية عايزه ترتب وحاجات مش في مكانها. وانا في اول الفيديو شفتوني نزلتهم طبعا، وقلت لهم حطوا الشوزات دي في الجزامه، عشان عاملنا يعني عاملنا فوضى كده، فحطوهم. بدأوا ايه، كل واحد يساعدني باللي يقدر عليه. هنا بقى برضو نفضت الانتريه التاني ده، وجبت كان على السجاد حاجات بصراحة. يعني كل ما ماشي تك تك، لا كان في حاجات عايزة لها المكنسة. انا مش هشيل طبعا لان السجاد لسه مفروش. لو تفتكروا من الروتينات اللي فاتت، احنا فرشنا السجاد اصلا بعد العيد. يعني احنا عملنا التنظيفة وتنظيفة العيد، وبعدين ما فرشناش. مشينا عيدنا بقى عند اهالينا، ورجعنا بقى فرشنا السجاد براحتنا. يعني السجاد ده لسه مفروش قريب، ما بقالوش وقت طويل. بصوا بقى، دورت كده على السجادة دي وخلاص كده تمام. تعالوا بقى بقينا المكان اللي فيه السفرة ده والسجادة اللي تحتيها. وبس كده، ويبقى كده خلصنا. بقينا بقى ايه، نكنس الارض زي ما قلت لكم. ممكن بقى بكره ان شاء الله نمسح، يعني على مهلنا كده، لان احنا كنا صايمين النهارده. وكمان عشان نعمل فطارنا. فيا دوبك نعمل فطارنا ونقعد للولاد بقى شويه وكده. يا دوبك حلو قوي اللي احنا عملناه ده. تعالوا بقى ايه، ناخد المكان زي ما قلت لكم ايه، بتاع السفرة ده. انا بقى بدأت ادخل كل حاجة في اكياس، وفي حاجات كنا شاريينها كده في دخلة المطبخ بدأت ادخلهم. تعالوا بقى ايه، زي ما قلت لكم، ناخد بقى الترابيزة دي نمسحها، عايزة تتمسح بصراحة. ونجيب بقى يعني او بتاع الريش بتاعتنا دي، هبابة. وننزل اي تراب بقى على البوفيه، اي تراب هنا او هنا. ويبقى كده الدنيا نضفت الى حد ما. على فكره انا رابطه الستاير دي من يوم العيد. حسيت ان احنا كده احسن واحلى. عارفين ليه؟
يعني كنا منزلينهم وفاردين الستاير على الشبابيك كده، ما كنتش بشوف الجنينة خالص، يعني نازلة طالعة كأن انا ما عنديش جنينة او مش شايفاها خالص. عارفين الورد بقى البلدي اليومين دول طالع، فانا حبيت المنظر بصراحة. يعني انزل على السلم كده الاقي الجنينة شكلها حلو والورد شكله حلو، فقلت ليه انا فاردة الستاير دي ومغطية المناظر الحلوة دي. طب ما انا مثلا افتحها، بس برضو خايفة من فتحانها فترة طويلة، لا هتأثر بقى على الانتريهات والحاجات دي. فبس بس من وقت للتاني هفتحها. يعني انا ما عدتش ابدا اقفلهم كده وكأننا احنا معزولين مش شايفين الحاجات الحلوة قوي اللي بره. فانا من وقت للتاني هبقى اعملهم كده بصراحة. تعالوا بقى نرجع للي كنا بنعمله. مسحت بقى كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده، كل حاجة راحت نظيفة وزي الفل. هنا بقى كان في البوفيه ده كنت مطلعه كوبايات كده وصواني عايزين يدخلوا تاني، يعني كنت سايباهم بس ينشفوا كده. انا ما بحبش ادخل الحاجات وهي مبلولة او فيها مية او كده، ما بحبش ادخلها غير لما تنشف، فسبتهم ينشفوا وبعدين دخلتهم. هنا بقى هندور كده على السجادة دي ويبقى المكان نضيف وزي الفل. بصوا ما عادش كركبه ولا عاد حاجه على الارض ولا عاد اي حاجه. ركن المطبخ ده له يوم بقى لوحده، يعني المطبخ ده له يوم كده. بس كده الدنيا راقت وبقت زي الفل. ما عادش بقى غير شويه نكنس الارض، ولو سيبناها من غير ما نمسحها عادي، يعني هي مش متوسخه ولا اي حاجه. ونعمل اكلنا بقى النهارده. هنعمل اكله حلوه قوي، اكله كده جايه على شوقه. عارفين لما تدوري بقى على انك تفضي الفريزر وتلاقي كوارع وتلاقي حاجات من كده، عايزين نفضي الفريزر بقى. عايزين نفضي الفريزر للعيد الكبير بقى. يا رب كده بالخير علينا كلنا، ونفضي بقى للأضحية ونفضي للحاجات دي. فجاي على شوقة الأكلة دي. تعالوا بقى نعمل الكوارع. يعني بصوا زبدة وطعمها حلو قوي، جاي على شوقة كده وكلنا، وكانت لا ريحتها كده من اول الشارع. بس كده بصوا المكان راح نضيف ومنظم، اهم حاجة منظم. بصوا ما شاء الله الدنيا راحت زي الفل، والارض نظيفة زي ما قلتلكوا، بس هي عايزة تتكنس مش اكتر من كده. بصوا راحت ما شاء الله عليها زي الفل. يعني هنا بقى انا مش هحط السجاد اللي انا شلته ولا اي حاجه. انا بصراحه كده حلو قوي النهارده عليا. لا كده بقى نعمل الكوارع. انا هنا معايا توم فرمتيه قطعتيه، ما عندكيش اي مشكله، واحط شويه زيت. وبعد ما التومه بقى تحمر معايا ضربه طماطمتين هحطهم واسيبها تتسبك الطماطمتين دول. بس هزود بقى الفلفل بتاعي والملح وشويه كمون وشويه شطه لو تحبي، مش اكتر من كده. انا هنا بقى عامله في حله الضغط، لانه لو انا سبت الكوارع دي طبعا في حله عاديه هتاخد مني 3 ساعات واكتر، في حله الضغط هتاخد ساعه مش اكتر من كده، وتبقى الزبده. خلاص هنا كده الطماطم معايا اتسبكت. هجيب البوله دي واخد شويه من الطماطم المتسبكين عشان عايزينها دي تقيله لوش بقى الفته. ما احنا هنظبط الدنيا النهارده. تعالوا بقى انا سبت شويه طبعا من الصلصه دي في حله الضغط. تعالوا نزود ميه كده ونسيب الميه تغلي، وبعدين نحط فيها الكوارع بتاعتنا. انا سبت شويه في الحله وخدت شويه في البوله اللي انتوا شايفينها دي من الطماطم المتسبكه بالثوم. تعالوا بقى نحط كده الكوارع ونسيبها تغلي، وبعدين لما تغلي نوطي عليها جدا جدا، ونربط بقى الحله بتاعتنا ربط كويس قوي. هنا بقى كمان حضرت شويه رز كده مسلوقين مش اكتر عشان نعمل بيهم الفته. هنا خلاص الميه بتاعتي كانت غليت. هبدا بقى اقفل الحله بتاعتي دي. وانا هقول لكم بقى حاجه حلوه جدا. لما تيجي بقى خلاص انتي هتقرري تفتحي الحله، والبخار اللي يطلع ده وبيطلع على المطابخ يبوظها، وبيطلع على السقف كمان يبوظه بتاع المطبخ،
انا بصراحه باخد الحله دي كلها هلا بلا كده وافتحها في الجنينه. انت ممكن تفتحيها في البلكونه، هوريكم دلوقتي. كده خلاص انا قفلتها، هوطي عليها جدا جدا، وكمان هنقلها من على العين الكبيره دي. تعالوا بقى نعمل الفته بقى، نجهز للفته. احنا حطينا الرز، تعالوا بقى نعمل العيش. هنحط حته سمنه بلدي، ونكون مقطعه العيش بقى. نقطع عيش، انا هقطع عيش شامي، ما بحبش بصراحه اعملها بالعيش اللي بالرده ده، انا بعملها بالعيش الشامي الابيض. هقطع كده وحمره بقى في حته الزبده كده يبقى يقرمش. كده احنا جاهزين، يعني خلاص الاكل بتاعنا يعتبر جاهز وتمام التمام. بصوا بقى انا هحمر اهو زي ما قلت لكم. تعالوا بقى اوريكم هنفتح الحله دي ازاي بعد ساعه بقى من سواها. انا خدوا بالكم نقلتها على العين الصغيره. بصوا بقى زي ما قلت لكم، انا بطلع الجنينه كده وافتحها بسم الله الرحمن الرحيم. ببدا كده الفولف بتاعها ده اهويه بايديا كده حبه حبه. بصوا كل البخار ده لو فتحتيها في مطبخك كله بيطلع على السقف، وكل البخار ده بيطلع برضو على المطبخ عندك. فافتحيها في البلكونة او انا بفتحها في الجنينة. بصوا بقى العيش المقرمش ده تحفة. هنحط كده، هنجيب الطبق اللي هنعمل فيه الفتة بسم الله، ونفتح بقى على يعني نفتح على الكوارع الزبدة. هحط بس نص كبشة او اقل كمان. هنطلع الكوارع الاول. بصوا ما شاء الله مستوية وحلوة قوي. في ناس بقى بتحب تخليها، في ناس تحب تاكلها كده زي ما انتي عايزة بقى. بصوا انا هعمل كده بس، يعني عاملة واحدة بس بالكبشة، شفتوا يعني اتقسمت نصين. بس دي كمية الكوارع اللي معانا. تعالوا بقى ايه نعمل الفتة. فاكرين الشوية الصوص او تسبيكة الطماطم اللي عزلناها، هنحط بس عليها كبشة واحدة شوربة بحيث انها تبقى تقيلة. والعيش اللي حمصناه هنحطه برضو نص كبشة، نص كبشة بس شوربة، وبعدين نصفيه. احنا مش احنا عايزينه مقرمش زي ما هو كده، بحيث انه ميبقاش معجن في الفتة. ونجيب الرز بقى ونحط كده على العيش، والتسبيكه بقى اللي معانا اللي حطينا لها كبشه واحده بس وهتبقى حمرا وجميله كده، نحطها على وش الفته، ونحط بقى الكوارع وبالهنا والشفا. دي طريقه بقى امي وجدتي والناس الكبار. انتوا بتعملوها ازاي بقى؟ كل واحد له طريقه. بصوا بقى الجمال. تعالوا نحط الكوارع كده وبالهنا والشفا، شكلها تحفه. نغرف بقى شوربه الكوارع حلوه قوي. دوري في الفريزر بقى وهاتي كل اللي مستخبي اليومين دول. بصوا الجمال، حلوه جدا ودايبه خالص. تعالوا نغرف الشوربه وبالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو بتاع النهارده ما تنسيش تحطي لايك وتعملي اشتراك ودعوة حلوة من قلبك، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية تعجبكم، يعني تاخدوا منها طاقة ونشاط، وتاخدوا منها يعني منظر حلو. اي حاجة ممكن تدخل يعني السرور او الفرحة او تكملوا الفيديو للاخر. اشوفكم على خير، مع السلامة.